ومعنا في الاستوديو العميد صفوت الزيات الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. أهلا بك العميد صفوت. يعني هناك الكثير من التطورات الميدانية على الأرض في سوريا، لعل أبرزها عودة المواجهات إلى حمص. هناك جبهات جديدة في اللاذقية، في درية. كيف تقرأ كل هذه التطورات من الناحية يعني لكل منها ربما وظيفته ولكل منها غرضه. النظام ربما في منطقة جبل التركمان وجبل الأكراد ما زال لديه فكرة منطقة الساحل، وأن قد يكون هذا هو الملاذ الأخير لديه. إذا يريد أن يؤمن خطوط مواصلاته إلى العالم، رغم أن الساحل يتوفر بمسافة كبيرة، وسوريا إذا ما تبقى ستصبح دولة قارية بلا ساحل. ففي تصوره أن عليه أن يفتح خطوط. هو يشعر الآن أن هذه الخطوط تقطع عليه، وأن الثوار سيقدمون إلى هذه المنطقة من مناطق الشمال أو من منطقتي جبل الأكراد والتركمان، والخريطة ربما توضح هذا الأمر. دعينا نقول أنه يحاول بكافة الطرق أن يفتح طريقه ويأمن طريقه من اللاذقية عبر جبل التركمان إلى وصولا إلى معبر كسب في هذه النقطة، وبالتالي يصل إلى الدولة التركية أو الحدود التركية السورية. يأمل أيضا أن يظل طريقه آمنا، لعله يعبر من ما بين ناحية ربيعة وجبل الأكراد وصولا إلى جسر الشغور، وبالتالي سيصل إلى كل من إدلب شمالا وربما إدلب شرقا وصولا إلى باقي الدولة. إذن عندما نتحدث عن عمليات يديرها النظام حاليا في منطقة جبل الأكراد على هذا النحو، وفي منطقة جبل التركمان في هذه المنطقة، هو يحاول بقدر الإمكان أن يؤمن هذه الخطوط التي بدأت الآن أن الثوار يقطعونها تماما. ودعيني أقول أيضا أن الثوار منذ مدة لديهم معركة كبيرة جدا يديرونها في منطقة ما بين أريحة وما بين جسر الشغور، ويريدون أيضا أن يؤمنوا طريقا كبيرا يصل إلى مناطق الساحل عبر هذين الممرين، ممري جبل الأكراد وجبل التركمان. ويبدو أنهم في الفترة الأخيرة أحرزوا نصر كبير تحديدا في مناطق جسر الشغور، وسمعنا عن دركوش، وسمعنا قبل ذلك عن مناطق أخرى، تطورات أخرى وربما توترات إن صح التعبير على الحدود بين سوريا والعراق من جهة، بين سوريا ولبنان من جهة أخرى. إلى أين ستسير الأمور؟ يعني دعيني أقول لك أن ما يحدث على معبر اليعربية تحديدا هو ينقل مأساة كبيرة لنظام يقاتل على مسافة 550 كيلو متر وليس له خطوط إمداد ليؤمن قواته. لدينا مدير معبر بكل القوة التي كانت لديه يلجأ إلى المناطق العراقية، لكن هذا الاحتكاك بالنيران أيضا قد يؤشر إلى مشكلات قادمة في الصراع السوري الداخلي الذي ربما ينقل الموضوع إلى مسألة إقليمية أكثر، لبنان سوريا والعراق سوريا أيضا. شكرا جزيلا لك العميد صفوت الزيات الخبير في الشؤون العسكرية.